جمعية سرية هدفها هو التهديد أو الاغتيال. جمعية اليد السوداء، ودي تنظيم اتعمل علشان يعمل عمليات فدائية ضد الإنجليز، وبالرغم من عدم وجود وثيقة واحدة بتقول التنظيم ده اتعمل سنة كام بالظبط، ولكن مؤسسين الجمعية ديت كان المحامي عبد الحليم البيلي، أبو شادي بيك باشا، وكمان الشيخ مصطفى القياتي والشيخ محمود أبو العينين. ومن ضمن أعضاء التنظيم ده وزيرين كانوا لمصر، أحمد ماهر والنقراشي، كده وبس. الدراع اليمين لسعد زغلول واللي كان اسمه عبد الرحمن فهمي. ده حتى كمان في وثيقة بتقول إن عباس العقاد كان من ضمن اليد السوداء. ومن ضمن أعضاء التنظيم ده كان واحد اسمه أحمد عبد الحي كيرة، وكان بيعاونه واحد اسمه سيد باشا، وواحد اسمه عبد القادر الجن، وبنت كانت نظرة مدرسة اسمها دولة فهمي. من أبرز أعمال المقاومة اللي عملتها الجمعية دي هي اغتيال السيرلي ستاك، ده غير طبعا هو تحريضهم على ثورة 19. وفضلت جمعية اليد السوداء زي الشوكة في حلق الإنجليز، بتطاردهم في كل حتة وبتقول لهم إن إحنا مش عايزين احتلال في بلدنا. فتخيل معايا لو عرفت ترجع بالزمن وقدرت إن أنت تغير حدث تاريخي من الأحداث اللي أثرت على المستقبل، إيه هيكون هو الحدث التاريخي ده؟ بس ده اللي اتكلم عنه الكاتب أحمد عبد العزيز في روايته أحلام نائل السويدان. فقولي لو قريت الرواية ديت وإيه تقييمك ليها؟